الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلماء والمشايخ الأفاضل، المخاتير الكرام، الإخوة الأعضاء، لقاؤنا اليوم هو لقاء مسؤولية على مستوى البلدة وعلى مستوى الوطن. أمام هذه الحرب والعدوان الغاشم لا نملك للنجاة إلا أن نتمسك بثلاث أمور: الوحدة، الوعي، والإنسانية. على مستوى مجد العنجر، كل واحد منا مسؤول من موقعه أن يكون واعيا لكل ما يجري، أن يقدم المصلحة العامة على الخاصة، وأن يتعامل بإنسانية مع أي حالة أو عائلة بحاجة. ونحن كبلدية نقوم بإجراءات يومية هدفها حفظ الأمن وسلامة الجميع، ونسعى للحد من الاستغلال الاقتصادي، وسنكون سدا منيعا أمام أي احتكار أو غلاء في الأسعار. كما نؤكد على تغليب الحس الأمني لمنع أي ظواهر تخل بالأمن، مثل حمل السلاح والشعارات المستفزة والتجمعات المشبوهة، وذلك بالتعاون مع القوى الأمنية لما فيه مصلحة الجميع. أما على مستوى الخطاب العام الذي يتمثل بالمشايخ الأفاضل والمخاتير الكرام، فقد كان ولا يزال خطابا واعيا يحافظ على العقلانية في التعاطي مع كل الأزمات، ويغلب لغة العقل على لغة العاطفة، بعيدا عن كل ما قد يسبب الفتنة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. أما على مستوى الوطن، وفي ظل ما نتابعه من حركة تقوم بها الدولة عبر وساطات عربية ودولية، وبالتوازي مع ما يقدمه الجيش والقوى الأمنية والمؤسسات المدنية من تضحيات كبيرة لحماية ما يمكن حمايته ووضع حد لحالة الفوضى. نقف اليوم أمام ما شاهدته بيروت من مغامرة خطيرة بأمن اللبنانيين، تمثلت في أعمال تخريب وفوضى لا يمكن تبريرها. ونرى بوضوح أن ما يجري لا يصنف ضمن تصعيد سياسي مشروع تحت سقف الدولة، بل هو خروج عن منطق الدولة. وكان الصوت الواعي الذي أطلقه الرئيس نبيه بري ضد ما شهدته البلاد من ردات فعل وتحركات أمام القصر الحكومي، فنقولها بصوت واضح: نحن ضد الفتن، ضد كل خطاب يفرق، ضد كل يد تعبث بأمن الناس، لأننا جربنا ونعرف أن الانفجار في الشارع خسارة على الجميع، وأن الحرب الأهلية ليست وجهة نظر بل هي كارثة. نحن إذ كنا أهل حكمة طيلة الأزمات التي مرت، وحمينا أولادنا وبلدنا من التهور، وتحقق فينا أننا أم الصبي، ننظر إلى مقام رئاسة الحكومة كمقام وطني رمزي يجب احترامه وصونه، لأنه يمثل الدولة بكل مكوناتها. واليوم عندما نرى رئيس الحكومة يتخذ موقفا دفاعا عن لبنان، فهذا لا يعني أن القرار يخدم مصلحة العدو، بل على العكس، عندما يكون القرار في مكانه الصحيح فهو يخدم الوطن كله، لا فئة دون أخرى. ولا ننسى أن في الوقت نفسه كان له مواقف سابقة في المحافل الدولية ضد العدو، وهذا دليل أن القرار الوطني عندما يكون في مكانه الصحيح يكون لمصلحة لبنان. نحن اليوم بحاجة إلى مستوى عال من الصبر والمسؤولية، وبالتوازي مع القوى في الحق ونصرة المظلوم. نعم، قد نشعر أحيانا بوجود مظلومية على طائفتنا في بعض الملفات، لكن في المقابل نرى أن النازح يشعر بالمظلومية أيضا، وهذا حق إنساني. من هنا نؤكد أن الدولة هي للجميع، وهي الحل الوحيد، لأنه لا أحد ولا أي طائفة في هذه البلد بمنأى عن المعاناة التي سببتها الحرب والسياسات الخاطئة. العدو الإسرائيلي هو عدو للجميع بلا استثناء، للبشر والحجر، للكبير والصغير. وإذا كنا فعلا ضد مشروعه، فالتضحية يجب أن تكون من أجل الشعب لا على حسابه. ومن الضروري أن ننتبه أن التضحية ليست حكرا على أحد، فكل الطوائف قدمت في سبيل هذا الوطن. السنة قدموا شهداء في قضايا الأمة وشخصيات وطنية كبيرة مثل رفيق الحريري والمفتي حسن خالد رحمه الله وغيرهم. والمسيحيون قدموا شهداء في الجيش وشخصيات سيادية مثل بشير جميل. والدروز لعبوا دورا مفصليا في حماية الجبل
وقدموا تضحيات كبيرة بقيادات وطنية مثل كمال جنبلاط، كما أن للطائفة الشيعية تضحيات وقيادات مثل السيد موسى الصدر وغيره. بناء على ما تقدم، ندعو كل الأطراف بلا استثناء أن تكونوا على نفس المستوى من الوعي والمسؤولية، لأن القوة ليست في إشعال الحرب بل في إطفائها، لكي يكون الجميع متعايشين تحت مظلة الدولة التي يتساوى فيها الكل بالحقوق والواجبات. إن لبنان الذي كان مفخرة للعالم العربي حان الوقت ليعود إلى الصدارة ويرتاح أهله. هذا هو لبنان الحقيقي، الدم دم واحد والوجع واحد. اجتمعنا في التضحيات، يجب أن نجتمع تحت دولة تحتضن الجميع، وأي محاولة لكسر هذه اللوحة هي خدمة للعدو لا للوطن. حفظ الله لبنان وأبعد عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.